ايه موضوع ان كلهم ستات، يعني مفيش رجاله خالص؟ السلام عليكم. كنت فاكر ان خروجي في اللحظه دي صدفه، لكن هي مش صدفه ولا حاجه، او يمكن صدفه ربنا سبحانه وتعالى هو اللي مرتبها. دكتور وبيحكي قصته، بيقول ان انا خرجت مره من المستشفى، كنت مستعجل جدا، الدنيا كانت بتمطر وبرد جدا، فقلت هو انا لسه هغير هدومي؟ خلاص زي ما انا كده لابس وخلاص، ورحت واخد البلطو على كتفي ونزلت جري. بس لما نزلت لقيت العربية عطلانة مش عايزة تدور، يمكن بطارية، يمكن أي حاجة حصلت. المهم أنا مش متعودة أركب مواصلات، فلقيت محطة المترو، مترو الأنفاق، في وشي. قلت طب أما أجرب، أهو متهيألي المترو بعيد شوية عن أي مية، هيمشي بسرعة، هلحق عيادتي والموضوع هيخلص، وبعدين أبقى أروح أرجع أجيب عربيتي. قطع التذكرة وركب العربية بسرعة اللي هي في مترو الأنفاق، وهو ما يعرفش إن في عربية مخصصة للسيدات. للحظ بقى هو ركب عربية السيدات. أول ما ركب الناس كلها بصت له كده، وهو كمان استغرب، هو إيه موضوع إن كلهم ستات، يعني مفيش رجالة خالص؟ راحت واحدة بصله كده تقريبا عمرها 20 22 سنة، قالت له إيه ده؟ هو حضرتك ركبت هنا ليه يا دكتور؟ قال لها أنا راكب مترو الأنفاق، فيه مشكلة يعني؟ قالت له دي عربية الستات اللي ما ينفعش يركب فيها أي راجل. قال لها أنا آسف جدا، واتحرك من مكانه وراح عند الباب عشان عند أول محطة ينزل ويروح العربية التانية. المهم مين اللي أخدت بالها وسمعت؟ واحدة كده ست كبيرة عندها حوالي 70 سنة. قالت له إيه ده؟ هو حضرتك دكتور؟ قال لها قالت له طب الله يكرمك، أنا عندي مشكلة. قال لها خير؟ قالت له أنا بطني بتوجعني قوي، ولما كشفت عند الدكتور قال لي تقريبا أنت محتاجة عملية، وأنا معيش فلوس العملية. ما تعرفش الله يكرمك يا دكتور مكان ممكن أكشف فيه، ولو قالوا لها أعمل عملية أعملها، بس تكون مكان حنين شوية في السعر؟ قال لها إيه اللي بيوجعك في بطنك بالظبط؟ قالت له الحته دي. قال لها طيب خدي رقم تليفوني وعنواني، انا شغال في القصر العيني، ان شاء الله انا دكتور جهاز هضمي، هكشف عليكي وهنعملها لك كمان ببلاش، لان هناك في قسم مجانا وفي دكاتره زي الفل، ما تقلقيش يا امي. قالت له بجد؟ الله يكرمك. كتب لها رقم التليفون والعنوان. بص للبنت اللي هي عندها 20 22 سنة، ألف سر إيه؟ هو يا ترى انت اتكلمتي في الوقت ده علشان تنبهي الست دي، علشان تشوفني اللي انا نزلت متأخر علشان اركب المترو مركبش عربيتي في الجو البرد ده وملحقش اغير هدومي عشان تقولي دكتور علشان الست تسمع؟ يا خبر، ايه اللفة الكبيرة دي؟ هي دي صدفة؟ ساعات بنفتكر انها صدفة، لكن لا والله، ده ربنا هو اللي مرتبها بالظبط. ممكن تكون مترتبة فيها حاجات كده مش منطقية شوية. انا ايه اللي ينزلني في الوقت ده؟ وايه اللي يخليني اتأخر؟ طب ايه اللي يخليني اخد البلطة على كتفي؟ طب ايه اللي يخلي ست زي دي او بنت زي دي تكلم لي كلمة تسمعها الست الكبيرة؟ ايه ده؟ هي دي صدفة؟ صدفة؟ لا، ده ربنا مقسمها كده ومرتبها كده علشان توصل كده لصاحب نصيبها. انتوا كمان لو اتأخرتوا عن ميعاد مهم قوي وحاسين ان ايه ده، يا نهار ابيض ليه ربنا عمل كده؟ لا، ده ربنا عمل كده لمصلحتك، انت مش عارف الميعاد المهم من وجهة نظرك ده كان فيه اذى ليك ولا لا. لما تسيب شغل وانت يا نهار ابيض انا سبت شغل واتقطع عيشي، لا ما تقلقش، ربنا ما قطعش عيشك، ده ربنا قبل ما بيقطع واصل لك في حتة تانية، ما يمكن الحتة التانية تكون احسن. لما خطيبك يعمل معاكي مشكلة ويمشي بالسلامة، هيجيلك والله أحسن منه، هيجيلك اللي يسونك بجد. ما يمكن ده ما كانش هيعيشك عيشة كويسة، أو العكس. لو هي سابتك وحسيت إن هي بتتعالى عليك، لا لا لا، سيبها خلاص، ربنا مش رايدها لك عشان هي ما تستهلكش، انت تستهلك واحدة أحسن منها. صدقوني الصدف اللي ربنا سبحانه وتعالى بيبقى مرتبها دي بتبقى أحلى صدف. ترتيبات ربنا أحسن من ترتيباتنا بكتير. فكر واجتهد واشتغل، لكن سيبها على ربنا، وهو ادام بتتقي ربنا هيرتبها لك صح. والسلام عليكم.